السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم الشاف سفيان. اليوم ما شاء الله غنديكم معايا فلوق اولا جوله حديقه الطيور في مدينه العيون، جوله رائعه. باش تعرفوا هادشي كامل خليكم معايا حتى الاخر باش تكتشفوا معايا الفيديو. اول حاجه هنا كما كتشوفوا من عند الباب كتكون دايرين واحد نافذه فيها توقيت من 10 الصباح حتى 7 العشيه طول طيله الاسبوع. المدخل ديالها صراحه واحد الدخله صراحه دايرينها زوينه كما كتشوفوا، اشجار تبارك الله، الطيور، البط، يعني اي حاجه كتوقعها صراحه كتلقاوها في هاد البلاصه هادي. هاد حديقه الطيور نقيه، وصراحه اللي بغى يجي ليها بالاخص الناس اللي ساكنين في مدينه العود يجيها في الصباح يدير افطار بحال هكا العائله بيكنيك، واحد الجو صراحه رائع فيها. هنا غادي نوريكم بعض الطيور، انواع الطيور اللي كيكونوا هنايا. الشرشور المخطط تقريبا بحال الطيور، هو غير صغيور. على ما اظن كاينين بزاف انواع ديال الطيور هنايا، والبط ويعني جميع بالببغاء. غادي تكتشفوا معايا ان شاء الله في الفيديو. وهنا كاين فضاء فين يلعبوا الدراري الوليدات الصغار، فضاء نقي صراحه كما كتشوفوا، واحد بلاصه زوينه كما كتشوفوا، نقيه بزاف صراحه، فيها الكراسه، فيها المرافق اللي الانسان يبدل الجو، الزعلوله كما كنقولوا، الدارجه ديالنا. بلاصه نقيه زوينه، فضاء الالعاب، يعني بلاصه نقيه. الانسان اللي بغى يجي كما قلت لكم في الصباح اولا في العشيه، انا كنفضل ان الانسان يجي في الصباح كتكون شويه خاويه، ما كيكونش اكتظاظ بزاف، بنادم كياخذ راحته، ماشي بحال في العشيه. صراحه في العشيه كتكون شويه عامره. هنا كما كتشوفوا معايا كاين البط. نحاول نوري لكم من الجهه الاخرى شلالات صغار. فضاء صراحه نقي بزاف، دايرين صراحه الثمن ديالو تقريبا رمزي، ماشي شي حاجه غاليه. هنا كما كتشوفوا عصفور بادجي، ديما كنت فاهم مزيان. هذا الملونين هادو حيت كيكونوا بحال هكذا، وصراحه شادين عليهم. الانسان كيبغي يضرب دويره يجي يتصور ولا شي حاجه يقدروا يفتحوا لكم انكم تدخلوا لداخل. وكاين فضاء اخر من الجهه الاخرى غادي نوري لكم الشلالات كما كتشوفوا نقي تبارك الله، يعني فضاء زوين. هاد الحديقه الطيور وكل بلاصه كيعطوكم النوع ديال الحاجه اللي كاين في الطيور او البط. هنا نوع اخر ايضا ديال الطيور كما كتشوفوا، الربيع الخضوريه تبارك الله، اللهم بارك. بلاصه نقيه وزوينه. وايضا هنايا كاين انواع ديال الببغاء كما كتشوفوا، كاين تقريبا 5 الانواع او اكثر. كنحاول انني نقرب لكم باش تشوفوا، لانه سدين عليهم. ديجا انا كنت جيت لهنا واحد الصديق ديالي صراحه تصورنا معاهم صراحه، يعني كاين اللي بغيتو تدخلوا انكم تشدوهم بيديكم وتصوروا معاهم سيلفي او شي حاجه راه كيخليوكم طبعا. هنا عاوتاني ايضا ببغاء امازون، انواع الطيور اخرين بشكل اخر. صراحه انا غير سدين عليهم، ما قربش لكم مزيان باش تشوفوا كيف دايرين. وغادي نديكم معي ايضا هذا اخر او جهه اخرى تبارك الله، اللهم بارك، راه كبيره بزاف. وكما كتشوفوا البط كيطلع حتى الفوق وكيكون لتحت الماء. هنا ايضا الببغاء الوردي الوجه، ببغاء الفيشر.
كما كتشوفوا. وعلى ما اظن ان هادو هما اللي كينطقوا، يعني الا قلتوا الهضره كيعاودوها من وراكم. شفت شنو سميتو؟ سميتو ورا صراحة ديال الوجه. زوينين ورا فعلا شوفو واخا راه حقيقية الصراحة، ماشي ورا هذا. تمشيو تزوروها. كما قلت لكم بالاخص الانسان اللي بغى يجي الصباح سواء مع عائله او اصدقاء، ديروا فيها بيكنيك. انا كما كتشوفوا صورت لكم من الداخل، كما كتشوفوا انواع ديال الطيور ملونين صراحه، لونات زوينين فيهم. وايضا نوع اخر ديال الطيور، اخضر ازرق اصفر احمر، صراحه اللونات زوينين فيهم. وهنا ايضا غادي نمشيو نشوفوا جهه اخرى ديال حديقه الطيور. الشلالات كما كتشوفوا كاينه في الدروج. عجبني صراحه هذا المنظر بزاف، منظر زوين. الانسان ما ياخذ الصوره كذكرى تبقى عنده في التليفون. وكما كتشوفوا الصباح راه كتكون خاويه، ما كيكونش فيها الناس بزاف. وهنا كما كتشوفوا معايا البط، كاين اللي كيكون وسط الماء وكاين اللي كيكون خارج. صراحه واحد المنظر شهيت لكم صراحه انكم تجيو تزوروا حديقه الطيور. كما قلت لكم التوقيت من 9 الصباح او 10 الصباح حتى 7 العشيه. منظر رائع صراحة. أشجار اللهم بارك، كل شيء تبارك الله نقي فيه، يعني من بعد ما يقول تبارك الله كل شيء نقي ونظيف، صراحة متهلاين فيها بزاف. كما كتشوفوا هاد البط هادي غيتمشاو. وإلا وصلت معايا حتى لهنايا اخر الفيديو، كنبغي نشكركم بزاف دائما على حسن المتابعه والتشجيع ديالكم ولي كومونتير زوينين. وغنضرب لكم موعد ان شاء الله فلوق جديد او فيديو جديد ان شاء الله، فيديو قادم. مع السلامه.